فيما يتعلق في قضية حشد. أنا طبعا مو من ضمن أعضاء حشد، ولما نيجي نتكلم عن حشد وتاريخ حشد يجب أن نفصل ما بين حشد التي تأسست أخيرا والتكتل الشعبي اللي موجود من أكثر من 15 سنة. يعني يجب أن نفصل بين، وكثير من الناس يخلط في الكلام ما بين حشد وما بين التكتل الشعبي. يعني التكتل الشعبي كان بأعضاء وبمجموعة مختلفة عن الأعضاء الحاليين اللي موجودين في حشد، باستثناء الأخ أحمد عبد العزيز السعدون، مسلم البراك، محمد الخليفة. أعضاء التكتل الشعبي اللي أسسهم التكتل الشعبي، سواء اللي استمروا فيه إلى النهاية أو من خرج منهم قبل ذلك، موضوع الكلام عنهم يختلف عن الكلام. وبالتالي لما تسألني عن حشد لا أستطيع أن أعطيك تصور كامل عنها، لأني لست عضو فيها ولا أستطيع أن أقيم حتى أدائها الحالي. هذه كانت محل جدل من أكثر من قبل تأسيس حشد، من 4 أو 5 سنوات من تاريخ التأسيس، وكان فيه خلافات أو اختلافات، ما هي خلافات، على قضية التوقيت، عملية أنك تسوي تنظيم وما في قانون يخدم القضية هذه. توقيت التأسيس أيضا مهم، اختيارك للتوقيت. مو من المفروض تأتي في وقت غير مناسب مثلا وتعلن تأسيس تنظيم. فيه اختلاف فيما بين أعضاء الكتلة على الطريقة، التوقيت، الأسلوب، كيفية التعامل فيما بعد. وهذه أمور قد يكون كثير منها بحث فيما بين المجموعة، وما كل ما يعرف يقال، لأنها بالنهاية قضايا تتعلق بشخصانية الأشخاص اللي موجودة في العمل. الوضع مختلف، يعني حشد غير التكتل الشعبي، مختلف كله. وبالتالي لا يمكن أن نتهم حشد بأنها دمرت التكتل الشعبي، لأن أساساً التكتل الشعبي كتلة نيابية موجودة بالمجلس، يعني وبالتالي حالياً غير موجودة كتلة العمل الشعبي على أرض الواقع، حتى يعني نقول أنها دمرت أو لم تدمر. المؤسسين كانوا بداية أحمد السعدون، مرزوق الحبيني، السيد عدنان عبد الصمد، مسلم البراك، وليد الجري، حسن جوهر، سيد حسين القلاف، محمد الخليفة، مشعان العازمي، فهد الهاجري. هذا بداية تأسيس التكتل، المجموعة اللي أسست التكتل الشعبي. بعدين دخل ناس، خرج ناس بعد تأسيس التكتل الشعبي. وكان أساس التأسيس أن كمجموعة كنا في المجلس وجدنا أن هناك فيه يعني قواسم مشتركة فيما بين هالمجموعة، فيما يخص العمل البرلماني، فيما يخص المحافظة على المال العام، المكتسبات الدستورية. فوجدنا أن فيه تفاهم وفيه شبه اتفاق على مثل هذه الخطوات، وتم تأسيس الكتلة على هالأساس. أنا لا أستطيع أن أجيب عن حسين القلاف، يعني يمكن أن يوجه له السؤال هذا، لماذا خرج؟ يعني أمانة وحقيقة أنا لا أعرف الأسباب الفعلية لخروجه، ولكن يظل أخ ويحترم وله موقفه وله رأيه، وأنا أعتبره من النواب المثيرين للجدل في دخوله وفي خروجه. يعني في استجواب محمد الخالد ما كان فيه هناك تكتل شعبي، كان فيه نواب كل نائب موقفه منفرد لوحده، يعني حسب تقديراته الشخصية، ولم يكن التكتل الشعبي أنشأ بعد فترة. يعني ما كان التكتل الشعبي أنشأ بعد استجواب عادل الصبيح. وللعلم أنا أذكر أيضا كان من ضمن أعضاء التكتل الشعبي عبد المحسن جمال. قضية التأبين لها خصوصيتها ولها وقتها، يعني وانعكاساتها ما كان ضررها فقط على التكتل الشعبي، كان ضررها على البلد بشكل عام. يعني
وعملت فرز غير مرغوب فيه، وعملت اصطفاف سيء، وما كان مفروض أنها تعالج بمثل ما عولجت فيه. فيما يتعلق في قضية خلية العبدلي، أنا أحب أتناولها من ناحية قد تكون مختلفة عما طرح. ما يتعلق في الشأن الداخلي، الشأن المحلي، الشأن السياسي، الخلافات السياسية، الخلافات بين المعارضة والحكومة هذه أمور نملك إحنا أوراقها ونملك كيفية التعامل فيها، لأن كل أوراق اللعبة أو كل أوراق موجودة في إيدين من هم فيها. لكن قضية خلية العبدلي يجب أن يكون التعامل معها ومع خلية داعش قبلها في تفجير مسجد الصادق بطريقة مختلفة جدا. هذه تتعلق في شأن خارجي، عدو خارجي وليس عدو داخلي. أنا وجهة نظري كثير من اجتهد في التصدي لهذه القضية قد يكون خانها التعبير في أمور كثيرة. أنا اللي أقوله ودائما أطرحه على الأخوان والمحبين، في مثل هذه الأمور يجب أن نترك لأصحاب الشأن شغلهم. يجب أن لا نضع أنفسنا مكان رجال الأمن، سواء المباحث، أمن دولة، رجال الأمن، استخبارات. يجب أن لا نقوم نحن بدورهم، لأن لديهم من الإمكانيات والمعلومات ما يمكنهم بأن يقدمون الحقيقة أكثر من أي شخص ثاني. الأمر الثاني، يجب أن لا نضع أنفسنا محل جهات التحقيق، سواء تحقيقات في الداخلية أو في النيابة العامة، لأن هم الجهة المختصة وهم من يملك استخراج المعلومات واستخراج الأدلة من المتهمين بناء على ما جاءهم من تقارير من الجهات المختصة. أيضا يجب أن لا نضع أنفسنا قضاة نصدر الأحكام مسبقا وكأننا لا يوجد لدينا دستور، والدستور فيه مواد صريحة في قضية الاتهام وقضية التبرئة، ووضعنا أنفسنا محل قضاة المحكمة. وبالتالي الجهة المختصة صاحبة القرار في مثل هذه القضية هي جهة القضاء. وفوق هذا كله يجب أن نفهم، وإحنا نتحرك من واقع ومن حرقة وطنية ومن حرص وطني، يجب أن نفهم أن من هم من رجال الأمن ومن هم في النيابة ومن هم في القضاء ناس كويتيين ووطنيين، ولا تقل غيرتهم وحماسهم ووطنيتهم عنا. بالعكس، هم يتفوقون علينا بأنهم جهة الاختصاص، وهم من يستطيع أن يستخلص النتائج أكثر مما احنا نستخلصها احنا. لذلك أنا أعتقد أن في مثل هالملمات دائما ترى بالكويت عبر تاريخها ومنذ تأسيسها في الملمات الصعبة هذه الكل يلتف. وما فعل صاحب السمو في تفجير مسجد الصادق مثل كل كويتي، عطى رسالة للعالم من الشرق للغرب عن نوعية الإنسان الكويتي، عن علاقات الكويتيين فيما بينهم، عن قدرة الإنسان الكويتي على احتواء مشاكله والتصدي لها بروح وطنية وبوحدة وطنية. لذلك أنا أعتقد خطورة الأوضاع الخارجية أخطر من الأوضاع الداخلية، لأننا لا نملك أوراق اللعبة بشكل عام، ونحن دولة محاطة بدول إقليمية أكبر منا مساحة وعددا وقوة، وبالتالي لازم نتعامل ونتعاطى مع الأمور اللي مثل هذه بعقل وليس بعاطفة. أحيانا أنت ترى أن القرار المتخذ ما يعجبك، ولكن فيه أمور قد تفرض اتخاذ مثل هالقرار هذا ولو بشكل مرحلي. لذلك أنا يعني دعوتي مخلصة لكل المخلصين، لكل من تصدى لهذه القضية، بأن فقط مطلوب منا نثق في بعضنا، لأن الكويت ما هي لفئة عن أخرى ولا هي لمجموعة عن أخرى، وولاء الكويتيين
ليس بدرجات إلا بقدر ما يقدمها الإنسان الكويتي لبلده. هنا تتفوق على الآخر بقدرتك على تقديم شيء أكثر من صاحبك. بعد حكم المحكمة الدستورية انتهى الجدل، يعني من الصعب أنك تأتي الآن لتبرر، لأن تبرير في غير محله أو إقناع في وقت لا يفيد فيها الإقناع، وبالتالي حسم الأمر في قضية تجريم الانتخابات الفرعية بالمحكمة الدستورية وحكمها بأن الدستور بأن القانون الدستوري، مع العلم أن هناك وجهات نظر تخالف قرار المحكمة الدستورية، ولكن احنا نحترم القضاء ونحترم حكم المحكمة الدستورية. تركت الانتخابات من 2009 و2012 والمجلس المبطل الثاني والمجلس، ولم أدخل الانتخابات، لكن ما أتمنى أن تكون هناك إعادة نظر من كل المخلصين في البلد في موضوع العودة للانتخابات. القضية ليست قضية شخص بعينه أو اسم بعينه، القضية قضية يعني توجه عام يخرج من خلاله مجموعة تستطيع أن توجه البلد التوجيه الصحيح، تستطيع أن تقر الإصلاح، تستطيع أن تنهض بالبلد، تستطيع أن تجعل التنمية بمعناها العملي وليست بمفهومها النظري. يعني هذا ما أسعى له. القضية يجب أن لا نربط الانتخابات بأسماء وبأشخاص. الكويت ولادة للرجال اللي فيها خير، وفيه من الشباب وفيه من الرجال منهم من إذا وصل فسوف يؤدي العمل كما مجلس. من ناحية دستورية مجلس دستوري قائم، قراراته وقوانينه ملزمة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يطعن في وضعه كمجلس دستوري. تقول لي أداءه، أقول لك أداءه مو متوسط، لا دون المتوسط. ومجلس يعني جاء في مرحلة صعبة، في مرحلة حساسة، سواء على الوضع الإقليمي أو الوضع الداخلي، وكنا نتمنى أن ينهج نهج يعيد بناء اللحمة الوطنية ويفتح مجالات للحوار ويفتح مجالات للم الشمل الوطني، بدل من أن تكون القضية قضية اتهامات ما بين طرف وطرف الآخر. رأيي الشخصي المتواضع مع احترامي لكل الأخوان الأعضاء في المجلس الحالي، إلا أن أداءه ما يطرحه تصديه للقضايا اليومية أو القضايا العامة أو القضايا الإقليمية الطارئة تصدي لا يصل إلى درجة حتى المتوسط. وبالتالي احنا ما بيننا خصومة معاهم، ولكن الأداء لا أريد أن أقول سيء، ولكن الأداء دون المتوسط. كلمتي للشعب الكويتي بأن يجب أن يعمل الجميع، ويجب أن يكون حريص أن لا تخسر الكويت، ويجب أن نكون أيضا حريصين على أن لا نخسر الكويت. إحنا مجتمع قد تكون تركيبة نسيجه الاجتماعي مختلفة عن بعضها، إلا أن في هذا الاختلاف وفي هذا التنوع وسيلة من وسائل التناصح ولم الشمل والوصول في البلد إلى مرحلة أفضل مما هي عليه. يجب أن لا نضع العراقيل أمامنا، يجب أن لا نقف عند أي مشكلة، يجب أن لا نبحث عن الأخطاء فقط، يجب أن نتعاون على البحث عن الحلول. أمامنا مشاكل كثيرة، أمامنا أخطاء كثيرة، لو كرسنا جهدنا لحل نصف الأخطاء الموجودة أفيد وأفضل من أن نذهب للبحث عن أخطاء أخرى. البلد ما تحتمل أكثر مما هي تحتمل في ظل ظروف إقليمية وظروف خارجية جدا صعبة. الوضع من حوالينا ملتهب، النار تشتعل، ولا تأمن أن تنتقل النار لو حتى عن طريق شرارة بسيطة ممكن تنتقل لك. لذلك الكويت أمانة، الكويت يجب أن ننظر لها على أنها هي الأم اللي لا نستطيع أن نستغني عنها. الكويت لا تستطيع أن تتحمل هذا الخلاف وهذا العناد وهذا التعارض الغير مبرر. إذا كان مقبول في مرحلة
سابقة. فأعتقد الوضع الحالي يجب أن نرتقي فوق خلافاتنا، يجب أن نتجاوز جراحنا، يجب أن نبحث عن الوسيلة التي تجمع وتلم الشمل أكثر مما نبحث عن قضية الأخطاء والخلافات والاختلافات اللي موجودة بيننا. خروج سيد عدنان وخروج أحمد لاري من التكتل الشعبي أثر على التكتل الشعبي، ليس بأداءه فقط، ولكن في شيء أهم من الأداء، واللي هو التركيبة. يعني تركيبة التكتل الشعبي كانت تمثل جميع أطياف الكويت، جميع أطياف المجتمع الكويتي. خروجهم عمل نوع من الخلخلة في التركيبة اللي كانت التكتل الشعبي دائما يفتخر فيها. وقضية التأبين يعني ما كان مفروض أن تكون لو تم التعامل معها بغير الأسلوب اللي تم، لا، سواء من الدولة ممثلة بوزارة الداخلية، أو مع يعني الإعلام بشكل عام، أو مع أشخاص تعمل خلف الكواليس لأغراض لا يعلمها إلا الله. ولكن أثرها كان مزعج بالنسبة للمجتمع الكويتي، وليس فقط على التكتل الشعبي، ولكن هذا أمر حدث، ولا يمكن أنك تعيد عقارب الساعة إلى الوراء حتى تستطيع أن تصحح أو تخطئ. قضية انتهت في وقتها، وإن شاء الله ما تستمر نتائجها السلبية أكثر من فترتها اللي طافت. يعني للأمانة يعني أنا أقول الكلام اللي أنا أعرف عنه، يعني على أساس أن ما تحمل الأمور أكثر. يعني أنا شخصيا تكلمت مع أبو عبد العزيز أحمد السعدون، وهو بنفسه قال لي أنا ما في بيني وبين مسلم خلاف، وأيضا تكلمت مع مسلم في هالموضوع هذا وقال ما في بيني وبينه خلاف. القضية قد يكون في بينهم وجهات نظر على أمور معينة، يعني أخذها من يريد أن يعمل مشاكل بين الاثنين، هذه واردة، لكن واقع الحال اللي أنا أتكلم فيه بسؤال لهم مباشرة اثنينهم كلهم أكدوا أن ما في خلاف. وهني لازم نفرق بين خلاف واختلاف. يعني قد تكون مختلف في قضية معينة ولك أنت رأي واللي أنا رأي، لكن هذا ما يؤدي إلى أني أنا مختلف معك أو أني أخالفك في القضية هذه. فبالتالي أعتقد في أطراف قد تكون بالإعلام، قد تكون في يعني السياسيين، قد يكون يتمنون مثل هالخلاف هذا، قد يكون يعني يشوفون الأمور من وجهة نظر معينة، هذه أنا لا أستطيع أن أجيب عن الآخرين فيها. أنا كان لي وجهة نظر من البداية، وكان يشاركني فيها مجموعة من النواب بدون ذكر اسباب، لأن لكل خصوصيته ورأيه. أساس المقاطعة كانت مبنية على خلاف دستوري وموقف سياسي، وعلى هالأساس تم توقيع العريضة المشهورة بالمقاطعة، واستمرت الأمور وجاءت الانتخابات الأولى وتمت المقاطعة ونجحت المقاطعة في وقتها. بعد ما عرض الأمر على المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية أقرت دستورية المرسوم بغض النظر عن قناعتنا وعدم قناعتنا بقرار المحكمة الدستورية، إلا أنه بحكم الدستور وبحكم قانون المحكمة الدستورية هو قرار ملزم للكافة، وبالتالي يجب أن لا نقع في مواجهة مع القضاء في مثل هالأمور هذه. إذن في هالحالة هذه المبرر الدستوري اللي كنا نعتمد عليه في أن المرسوم غير دستوري سقط بحكم المحكمة الدستورية، وهذا لازم احنا نكون واضحين، ولازم نقنع أنفسنا ونقنع الآخرين بهذه القضية. المرسوم بإقراره من المحكمة الدستورية تحصن دستوريا. طيب، جاءت الانتخابات الثانية، كان يفترض أن تعود المعارضة وتنزل في ظل حكم المحكمة الدستورية، ولكن نتيجة المواءة السياسية في وقتها، نتيجة أن الأمور لم تحسم حتى فيما بين أطراف من المعارضة، لم يتم الترشيح، أو رشح أعداد معينة من المجاميع، وفيه ناس آخرين ما رشحهم. وهنا يجب أن نؤكد على شغلة يعني مهمة جدا.
أن المعارضة السياسية في الكويت ليست مقصورة على الأغلبية، وبالتالي هناك من الأغلبية من رشح في المجلس الحالي، وهناك من التيارات السياسية الأخرى المعارضة من رشح، وبعضهم لا زال موجودا في المجلس الحالي. وبالتالي إذا كان مقبول في الانتخابات الحالية وفي المجلس الحالي من المعارضة أو من الأغلبية أنها تبتعد عن المشهد السياسي، فأنا أعتقد في الانتخابات القادمة ما في مبرر للابتعاد. الوضع بالبلد يتطلب من كل مخلص وكل وطني أن لا يبتعد عن عن موقع اتخاذ القرار. قضية أن ما نبي نرشح أو أنهم إذا ما عجبهم المجلس راح يحلونه، هذا ما هو مبرر. فاللي يحلون المجلس والناخب الكويتي هو من يعيد من يريد ولا يعيد من يريد من الآخرين. ومن لم يستطع الاستمرار في الترشيح فليفتح المجال لغيره. والوطنية والنظافة والإخلاص للوطن ليس مقصور على القدماء وليس مقصور على فئة دون أخرى. فيه من الشباب وفيه من المخلصين الكثير ممن سيملأ الفراغ وسيقوم بواجبه الوطني بشكل قد يفوق ما كنا نعتقد احنا بسبب. لذلك أنا أتكلم من باب الحرص على البلد، والحرص على أن يفترض من يتصدى لإدارة البلد ومن يتصدى لتطوير التنمية بالبلد يجب أن يكون الناس المخلصة والناس اللي يهمها مصلحة البلد. أما إذا ابتعد أو أبعد السياسيين والناس النظيفة والناس اللي لديها رؤية لإصلاح البلد، إذا ابتعدت أو أبعدت، فهذا بالنهاية المتضرر الرئيسي هو البلد، والمتضرر الرئيسي هم الشعب. وسوف نأتي في يوم من الأيام نندم على فترة ذهبت بحسبة لم تكن محسوبة بالطريقة الصحيحة. أنا الدوافع لا أعلم يعني ما هي الدوافع اللي أدت إلى مثل هذا الخطاب، ولكن أعتقد أن هذا الخطاب بأسلوبه وبقوته وبرفع السقف حرق كل المراحل التي كان يمكن أن تستمر إلى مرحلة معينة، وهو يعني خطاب جريء صحيح أنه يعبر عن واقع الحال بالكويت فيما يتعلق من فساد ومن مشاكل مرت فيها البلد، إلا أن بعض العبارات التي قيلت قد لا تكون مناسبة لا للمرحلة ولا بالأسلوب اللي حصل يعني. وبالتالي أنا أعتقد أن كان يمكن أن تأتي خطابات